بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الرسالة دي بوجهها للناس الكبار في تمرين معين، اللي هو الناس الكبار اللي عندهم مشكلة في التحكم في البول، سواء بقى كان لأمراض عضوية زي البروستاتا أو لضعف العصب اللي بيتحكم في البول. إنك أنت تحاول إنك تمشي وتتحرك، ده بيساعدك على انك انت تتحكم في البول. ده ازاي؟ لان العصب اللي بيدي بيغذي اعصاب العضلات الرجل هو اللي بيغذي العضله اللي بتتحكم في البول. فعمرك ما هتشوف واحد وهو ماشي ممكن البول ما يتحكمش فيه او بيجري، لكن وهو قاعد او هو واقف سهل الموضوع ده يحصل. فاتمشى او اجري عشان تقدر تتحكم في البول لحظات عقبال ما تقدر انك انت تخش الحمام. وده تمرين ممكن يساعد ناس الكبار السن بالذات في اللي عنده مرض سلس البول او عدم التحكم في خروج البول. حبيت اشارك معاكم المعلومة المهمة دي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.